يا مساء الخير للجميع، ان شاء الله هيك تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم وصفتنا هي عجينة البيتزا، حنعملها بطريقة عن جد تطلع معكم شي روعة، من دون بيض، من دون حليب، من دون لبن. عجينة عن جد كتير طرية بس بالطحين ومي فقط. هلا عندي هون انا تقريبا 600 ملي مي او نص لتر كمان باللتر، او فيكم كمان تحطوا 2 كوب ونص مي. وعندي كمان هون معلقة ونص من الخميرة، بنحركهم كتير منيح لحتى هيك تذوب الخميرة. وعندي هون نص كوب من زيت الزيتون، فيكم كمان تستبدلوه بزيت النباتي. هلا تركت شوية زيت انا لحتى ارجع استعملهم لحتى طري العجينة فيها. هلا هون كمان عندي كيلو طحين كامل، يعني للكاسين ونص مي اللي حطيتهم هلا حطيت كيلو كامل من طحين. بنجيب شوكة بنحرك فيهم هيك شوي لحتى تنعجن معنا العجينة احسن ما هيك كمان تتماسك بايدينا، بضل الشوكة احسن. ندعكها كتير منيح. وهلا بعد هيك ما دعكتها شوي بنضيف هون الملح، ملعقة صغيرة مليانة ملح. وكل ما دعكناها العجينة عن جد بتطلع طرية كتير وبتطلع معكم ناجحة اكتر. واللي عنده عجانة، بس انا حابب هيك بالايد، يلي ما عنده عجانة. هلا هيك بعد ما انا عجنتها هيك نص عجنة، بنحط لهم كمان شوية زيت، وبنخلي كمان شوي زيت لحتى نحطهم بأرضية الجاط اللي بدنا نحط فيه العجين نخمرها. تركت هلا شوية زيت وبنبلش هون ندعك. هلا بندعك كتير منيح لحتى الزيت كله يغلغل بقلب العجينة. هاي الطريقة هيك مشان العجينة كتير كتير بتصير ناعمة معنا. هلا بعد ما هيك دعكتها تقريبا 8 دقايق، بنشيلها بنحطها بالجاط وبنخليها تقريبا ساعة كاملة. بنغلفها كمان هيك بالزيت. هلا بنحط عليها شوية زيت زيتون على الوش، ندهنهم فيهم ونحطها ومريحها حسب انتو درجة حرارة البيت. هلا بنحطها بمكان دافي ونتركها ساعة لساعة وعشرين دقيقة حسب انتو قديش حرارة البيت عندكم. هلا انا تركتها ساعة كاملة، نفشت معي وطلعت عن جد كتير كتير حلوة وخفيفة. هلا بنعجنها بنطلع منها الهواء، وبعدين بنقطعها هيك 4 قطع 5 قطع حسب انتو قديش بدكم القطعة، كبيرة او صغيرة. بنكور هيك العجينة لتطلع هيك كلها روح واحدة. فينا نريحها هلا 10 دقايق، فينا نشتغل فيها دغري، وبعد ما نعجنها بنريحها 10 دقايق. هلا هيك بعد ما كورنا العجين بنجيب هون عندي طحين الذرة، او بدكم كمان طحين عادي ما بيأثر. هلا هون هي بدي اعملها انا بالشوبك، فيني كمان اعملها بايدي بس رح فرجيكم واحدة بالشوبك واحدة بعملها بايدي. بنجيب اي صينية او اي صحن مقاس عندكم لحتى تطلع هيك العجينة روح واحدة، بنقصها. وهلا هيك بعد ما هيك قصقصناها بنجيب شوكة كمان بنغز العجينة حتى ما تنتفخ، بس الأطراف ما بنغزن، بس هيك العجينة كلها بالنص والجنابي، الأطراف أبدا ما بنقرب عليهم. بنجيب كمان صينية بنحط لهم زيت نباتي بابا، وبنحط العجينة عليهم من بدها كمان مزبوط. وهلا بدنا نعمل وحدة بإيدنا. هلا هي بدنا نعملها من دون شوبك. العجينة كتير كتير يا جماعة طرية عن جد، يعني بتنمد مثل ما بدكم تنمد معكم بإيدكم. هذا طحين هاي الطريقة كتير حلوة، وبنفس الوقت أنا هيك عم بعبي هوا بأطراف العجينة، عم بخلي الهوا يلي بالعجينة بأطرافها وعم برقها بس من النص. بهالطريقة هاي بترق معكم وفيكم تمدوها بكل سهولة. بنجيب هون ورق الزبدة كمان مشان تسهل علي أنا بالفرن. هلا هون عندي أنا صوص البيتزا عملته.
مشبعة كتير هيك بصوص البيتزا، تعطينا عن جد طعمة روعة. وعندي هون كمان هلا جبنة الموزاريلا وزائد كمان خلط مع اشوان، تطلع معكم طعمة كتير طيبة. والحشوة انتم مثل ما بدكم تحشوا البيتزا. هلا انا هي وحدة عملتها مارغريتا بس جبنة، والتاني هي فيجيتيريان. انتوا ايش بتحبوا بتحطوا فوقها فيكم تحطوا. هلا هون الفرن، انا هي صينية الفرن خليتها بالفرن لحتى تعطيني شعر تحت البيتزا، والحرارة على درجة 250. يعني بس هيك اخذت هاللون هذا خلص خلصت البيتزا بنطلعها. عن جد روعة كتير 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 طيبة. شوفوا لي هيك السماكة كتير حلوة، ما هي سميكة كتير ولا رقيقة كتير. مع العلم اللي بعد هي عملتها كتير رقيقة، وعملت هاي السماكة هيك كمان بتطلع هيك اسفنجية حلوة كتير، والشعار اللي فيها عن جد شي روعة. هاي اللي عملتها هي عملتها رقيقة، بس عملت الجنابي سميكة. شوفوا لي بس هيك العجينة ما أحلاها. شوفوا لي هالفقاعات هاي شي روعة. وهيك بيكون خلص فيديو لليوم، ان شاء الله هيك يعجبكم. عن جد طريقة ولا اروع من هيك، كتير كتير سهلة. ولا تنسونا هيك باللايك والاشتراك. سلام.